ازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب تكون دايما بخير. فيديو النهارده جايب لك مدافع جامد جدا جدا، وهتقدر تشتري بالجي بي بس. ومدافع الصراحه جبار، ضغطه اسطوريه، ضغطه بعد التطوير جامده جدا جدا جدا. والصراحه يا اخوات المدافع جامد جامد بطريقه، يعني انا مش بافور والله، بس المدافع جامد جدا جدا جدا. فمن غير لك كتير ومن غير ما اطول عليكم، ما تنساش لو عجبك الفيديو دعمنا بلايك واشتراك وتصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، وتنزل تذكر الله في كومنت وبس كده. تعال اقول لك على اللعب. بس قبل ما اقول لك على اللعب، انا كنت عامل مسابقه هكسب شخصين، كل واحد فيهم 550 كوينز، يعني المجموع 1100 كوينز. هكسبهم لشخصين من الكومنتات عشوائيا لما نوصل 10000 مشترك ان شاء الله هعمل السحب. تمام يا خالد؟ فلو كل واحد شاف الفيديو ده عمل اشتراك والله هنوصلها في اسرع وقت. وبالمناسبه يعني ناس كتير مش مشتركه في قناتي وبتشاهد الفيديوهات. يعني انا زعلتك في ايه؟ يعني اشترك، مش هتخسر حاجه والله. ده لما انا بفيدك في فيديوهاتي وانت بتشاهدني، يعني اشترك مش هتخسر حاجه عشان ترجع لي بسهوله. تمام يا اخواتي؟ ولو انت جديد برضه اشترك يا اخويا، تمام، عشان تشرفني في العيله بتاعتنا، العيله الصغيره بتاعتنا اللي ناويين نكبرها باذن الله. فكل الشروط عشان تشترك في المسابقه انك تعمل لايك على الفيديو ده، وتكتب كومنت تذكر في الله وتصلي على النبي محمد عليه الصلاه والسلام، وتشترك في القناه. تمام؟ ده اول 3 شروط. تعالى بقى اهم شرط، اهم شرط انك تخش جروب التليجرام، تنضم هناك، عشان هناك هعمل السحب على الاثنين الفائزين، وبنزل هناك صور مصغره جاهزه. لو انت بتعمل محتوى باسم موبايل يعني وعايز صور مصغره جاهزه، فانا بنزل هناك صور مصغره جاهزه، فانت تاخدها وتحطها على فيديوهاتك. مفيش غير عليك انك تعمل الفيديو، يعتبر بديك فكره فيديو وصوره مصغره كمان، يعني انت مفيش غير تصور الفيديو. ده دعما مني لاخواتي اللي عايزين يبداوا في صناعه المحتوى لعبه باسم موبايل. كل اللي عليك هتنزل في اول كومنت او في الوصف هتلاقي قناه التليجرام، هتروح تنضم هناك وبس كده. مبروك عليك الصور مصغره، ومبروك عليك الدعم بتاعي، ومبروك عليك يعني كل شويه بنعمل مسابقات هناك. بس كده روح انضم هناك وبس كده. تعالوا اقول لك على اللاعب. اول حاجه طبعا يا اخواتي هنروح على اللي هي بتاعه اللعيبه دي اللي بنجيب منها اللعيبه اللي بتجي بيه. تمام يا اخواتي؟ ركز معايا، هندوس على كلمه تصفيه. تمام يا اخواتي؟ هندوس على فرق الانديه، هندوس على اوروبا. تمام؟ بعد كده هنجيب الدوري الفرنسي، بعد كده هنجيب نادي باريس. تمام يا اخواتي؟ اهو نادي باريس زي ما انتم شايفين. هندوس انهاء. بعد كده يا اخواتي هنجيب الجنسيه، هنجيب امريكا الجنوبيه. بعد كده هنجيب البرازيل. تمام يا اخواتي؟ بعد كده هنجيب المركز، هنجيبه سي بي. تمام يا اخواتي؟ بعد كده السعر من 50 ل10 آلاف. تمام يا اخواتي؟ بعد كده هندوس انهاء. وطبعا اهو اللاعب معانا اهو زي ما انتم شايفين، برادلو زي ما انتم شايفين. اللاعب بيلعب سي بي، بيلعب بناء اللعب، بيلد اب يعني. تمام يا اخواتي؟ اهي الضغط الدفاعي عنده قبل التطوير خالص ضغطه يعتبر كويسة، وبالنسبة له لاعب صغير قليل جدا. سعره 39,000 جي بي بس، يعني 39,000 جي بي مش هيخسروك حاجة يعتبر. ده 39,000 جي بي انت ممكن تكسبهم في ماتشين 3. ويا هلا ببرادلو. تمام؟ تمام يا عم برادلو. تمام، هندوس خط يا اخوات على طول. اوكي يا اخوات، هندوس خط المتابعة. بعد كده هنجيب القائمة الرئيسية. بعد كده هنخش على الفريق بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين، نخش على خطة اللعب. بعد كده هندوس هنا ونروح نجيب عم برادلو. هندوس على الترتيب. تمام يا اخواتي؟ هندوس على ترتيب التعاقد. تمام يا اخواتي؟ اهو معانا عم برادلو. هننزله مثلا مكان مين؟ ننزله مثلا دلوقتي مكان مثلا ده، وننزله مكان ديليخت. تمام يا اخواتي؟ اوكي هندرب اللاعب، هنشوف ياخد كام ترينر. اوكي هنديله 5 من دي و4 من دي، وهنديله 1 من دي. اوكي ادي الترينر اللي خدها يا اخواتي. وخد خد ترينر كتير بس مش خسارة فيه. تمام؟ واهم حتة بقى الحتة اللي جاية دي، انت لو طورت اوتو طبعا هيديك واحدة في الوعي الهجومي، احنا مش عايزين وعي هجومي، وهيديك مهارة الرأس ومش عارف ايه. بص التطوير الدفاعية دي، وبص بقى التطوير اللي احنا هنطورها له. تمام؟ هندوس الغاء طبعا تجاهل التغييرات. تمام؟ هنديله بقى يا اخواتي ايه؟ هنديله طبعا ايه، ركز معايا عشان ايه ما تغلطش في حاجة خالص. طبعا هنديله 6 في اللي هي عليها الجزمة دي، اكرمكم الله. هنديله 6 في دي و6 في دي. تمام يا اخواتي؟ ركز معايا كويس جدا. 6 في اللي عليها الجزمة و6 في اللي تحتها. وهنديله بقى كل الباقي هنا في الطاقات الدفاعية. شايفين الطاقات الدفاعية بتزيد ازاي؟ اوكي هنديله 20 هنا. بصوا الطاقات الدفاعية بقت عاملة ازاي قبل التطوير. 95 وعي دفاعي، 93 قطع الكرة، 92 الشراسة، 91 احتكاك دفاعي. تمام؟ مهارة الرأس كويسة برضه، 76. وطبعا السرعة وقوة في الركل، ويعني ده كله كويس يعني برضو عنده. تمام يا اخواتي؟ هندوس متابعة. اوكي يا اخواتي؟ اللاعب بيوصل ماكس 93 يا اخواتي اهو معانا. اوكي هنروح نشوف طاقات اللاعب بعد التطوير. اوكي يا اخواتي؟ التحكم في الكرة 71، التمريرات المنخفضة 73،
مهارة الرأس 78. نخش بقى على الطاقات الجامدة اللي تتقارن بالإيبك بوستر والبيك تايم. وعي دفاعي 98، قطع كرة 96، الشراسة 95، احتكاك دفاع 94. عايز ايه تاني من الدنيا يا اسطى؟ عايز ايه تاني من الدنيا؟ اقسم بالله بجد بجد يعني عايز ايه من الدنيا؟ اقسم بالله طاقات خرافية، طاقات ايبك بوستر، طاقات جامدة جدا جدا يا اخواتي. السرعة 74، قوة في الركض 72، القفز 73، الالتحام الجسد 76، تمام، قوة في التحمل 75. يعني اللعب كويس، يعني طاقته الدفاعية جامدة بمعنى الكلمة. فاخويا اللاعب يعني الصراحة جامد، وانصحك تشتريه حتى لو مش هتلعبه اساسي مثلا، او ممكن تعمل بيه سكريبت على الخصم يعني، والله ممكن يعمل سكريبت معاك. تخش يجيب السكريبت للخصم ويخلي الكور تبقى سهلة ليك وكده يعني. تعمل سكريبت للخصم في الديفيجن. هو رخيص جدا يعني 39,000 جي بي، مش حاجة برضه، انت لو هتبص لها مش حاجة 39,000 جي بي. يعني واحد زي انا معاه 2 مليون، وفي ناس بيبقى معاها بال10 مليون جي بي وال15 مليون وال20 مليون. اوكي يا اخواتي، وبكده اكون قلت لك على افضل مدافع بالجي بي تقدر تجيبه. مدافع رخيص جدا جدا وحلو وجامد جدا جدا. ولو عايزين اجربه في الملعب اكتبوا لي في الكومنتات. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي على خير يا صاحبي. سلام.